أتاه بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام حيثما كنتم وأينما وجدتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد، لقاء متجدد، برنامجكم هلا سألوا عبر الخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا برنامجكم اليومي الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. معلمنا هذه الحلقة بإذن الله فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بويزري. أهلا وسهلا بكم جميعا وبه. شيخنا السعيد، مرحبا فيك. مرحبا أخي. الله يبارك فيك، صحة والعافية. الله يسلمك. يعلمنا القرآن الكريم في مواضع كثيرة أن ننفق، وفي تعليمه لنا للإنفاق يذكرنا بالنهاية أن المال مال الله سبحانه وتعالى، وأن أدوارنا على هذه البسيطة إنما تتحقق ضمن دائرة الاستخلاف. يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. استخلاف لا ينتهي بساعات الزمن الدنيوية، بل يمتد إلى عصور قادمة من حياة أخروية. وأنفقوا موضوعنا الافتتاحي هذه الحلقة. شيخنا السعيد، وأنفقوا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المال هو مال الله، والمالك الأصلي للمال ابتداء وانتهاء هو الله سبحانه وتعالى. فالله هو خالق السماوات والأرض، وهو وارث السماوات والأرض سبحانه. إذن قصة المال بشكل مركز. الله عز وجل خلق الإنسان واستضافه في هذه الأرض، في هذا الكون الفسيح، لمدة معينة لا يعلمها إلا هو سبحانه. ولكن الله عز وجل هيأ له أسباب حياته، وأعطاه مقومات وجوده. فهذه الأموال في البداية لله وفي النهاية لله. وبين البداية والنهاية تأتي هذه الآية التي ذكرتموها أخي أحمد: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. كأن الله ينبهنا جميعا إلى أن الإنسان ليس هو خالق هذه الأشياء، ليس هو خالق هذه الأموال، إنما خالقها هو الله. أما الإنسان يملكها، يتملكها لمدة معينة، الله أعلم بمداها. فنجد إنسانا يملك قطعة أرض مثلا لمدة معينة من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا، وبعد وفاته تنتقل إلى خلفائه، إلى ورثته، وخلفاؤه حينما ينتقلون إلى الدار الآخرة أيضا يتخلون عنها ويتركونها لخلفائهم، وهكذا. عندنا مثل باللغة الأمازيغية يقول: ثمورث تبديل إمولان، معنى الأرض تغير الملاك. في هذه السنة يملكها فلان، ويجي نهار ويجي عام 20 سنة بعدين يملكها شخص آخر، وهكذا. ثمورث هي الأرض لا تزال كما هي، ولكن ملاكها يتعاقبون عليها، ملاكها يتغيرون. ثمورث تبديل إمولان. إذن ملكية الإنسان للمال سواء كان عقارا أو منقولا ليس على وجه الدوام، ولكن ملكية مؤقتة. ولكن التعبير القرآني أدق وأسمق وأعلى وأزكى وأطهر وأوضح. رب قال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وكأن الله يقول الإنسان: أنت مستخلف في ملكيتك لهذا المال.
والمستخلف لا يتصرف بمحض إرادته، ولكن يتصرف في دائرة رضوان الله عز وجل، يعني في الحدود التي وضعها الله عز وجل. وهذه الحدود كثيرة، فرضت في أصل التملك، وفرضت كذلك في التصرف في المال أثناء تملكه، وفرضت كذلك بعد وفاة هذا المالك. باختصار شديد، في أصلها لا يجوز الإنسان أن يكتسب المال إلا من حلال. فهناك مباحات، يعني هناك ملكيات مباحة كالذي يملك بجهده العضلي أو بجهده العقلي الذهني، أو الذي يؤول إليه المال عن طريق الميراث، أو الذي يؤول إليه المال عن طريق الوصايا والهبات. المهم هذه سبل مشروعة، سبل التكسب المشروع. ولكن هناك سبل أخرى رفضها الشرع ابتداء، كالذي يكسب المال عن طريق الرشوة مثلا. الرشوة حرام. الذي يكتسب المال عن طريق الربا حرام. الذي يكتسب المال عن طريق السرقات أيضا السرقة حرام. إذن في أصل التملك للمال هناك حدود وهناك سدود وضوابط. بعدما يملك الإنسان المال من حلال، أيضا هناك شريعة تضبط حركته وحركة رأس المال. يمنع الاكتناز مثلا، ويمنع التقتير، ويمنع التبذير وإلى آخره، وصرف الأموال في المحرمات أو شيء من هذا القبيل، وهكذا. وبعد وفاة الإنسان أيضا، يعني في نهاية حياة هذا الإنسان، أيضا هناك ضوابط تضبط صرف هذا المال، فتؤول هذه الأموال إلى الورثة طبقا لقواعد الشريعة في علم الفرائض أو في المواريث، هكذا. ثم إذن هذه الملكية، لو سألنا الآن ما هي طبيعة ملكية المال للإنسان، الطبيعة الشرعية، يعني من الناحية العلمية الدقيقة، نقول إن ملكية الإنسان للمال ليست ملكية مطلقة في النهاية، هي ملكية استخلاف. إذن نستنبط هذا الحكم من الآية قرأتموها أخي أحمد: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فهي ملكية استخلاف، هذا صحيح، أو نقول هي ملكية إنابة، صحيح، أو نقول هي ملكية تفويض. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ أستاذنا الدكتور سعيد بويزي، وبارك الله فيك. وأنفقوا العنوان الكبير الذي يتوزع كثيرا في آية القرآن الكريم: وأنفقوا مما رزقناكم حلالا طيبا إلى غير ذلك. ولكن اليوم اخترنا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أعاننا الله وإياكم على الإنفاق في مواضعه بإذن الله تعالى. طيب، على بركة الله شيخنا، بعض من الأسئلة التي وردت إليك طبعا ويطلب الإجابة عنها. نبدأ من العاصمة. أخونا سمير من القبة يسأل: كنت في سفر فنويت القصر في صلاة الظهر، وبعد تكبيرة الإحرام نويت الإتمام، ما حكم ذلك؟ باختصار شديد يا أخي سمير، الجواب: يجوز لك أن تحول نيتك، يعني دخلت في الصلاة بنية القصر لأنك أنت مسافر، ثم بعد ذلك بدلت النية أنك نويت الإتمام، فالركعتان يعني الأولى والثانية تجزئانك بالنية الأولى، والركعتان الأخريان يعني الثالثة والرابعة تجزئانك بالنية الثانية. والمطلوب هو تمييز الظهر عن سائر الصلوات، وقد تحقق المقصود. إذن يجوز لك ما فعلت. بارك الله فيك شيخنا. يسأل أيضا سمير: صمت يوم الاثنين الماضي ثم أفطرت بلا عذر، هل أقضي ذلك اليوم؟ نعم، يقضي ذلك اليوم. هذا في مذهبنا في الفقه المالكي. سبحان الله، من القواعد الذهبية في فقهنا المالكي أن النفل يصير واجبا بالشروع فيه. المسألة في غاية الأهمية والأدب. واحد بدأ في النافلة. طيب، الفارضة والنافلة مختلفين، صحيح، الفارضة واجبة ولكن النافلة نافلة، يعني على سبيل التطوع. ولكن واحد إذا كان نوى صيام كما فعل أخونا سمير، نوى صيام يوم الاثنين، طبعا صيام النافلة،
بالشروع، يعني بعدما شرع في الصيام يتحول هذا النفل إلى واجب. لأي سبب؟ بسبب الشروع في النفل. بعدما شرع يعني بدا يصوم النافلة نتاعو، ماشي على 10 نتاع الصباح ولا كما يقول أنا نبطل. ما ذلك إذا كان عنده عذر هذا أمر آخر، ولكن هو السؤال نتقيد بنص السؤال، قال لك بلا عذر هكذا ما حبش يكمل. نقول نويت صيام النافلة بيوم الاثنين، ولكن مادام شرعت في صيام هذه النافلة يتحول هذا النفل إلى واجب فيصير واجبا، وتبقى ذمتك يعني مثقلة بهذا الواجب، لأنك أفسدت هذا الصيام بلا عذر. كونك أفسدت هذا الصيام فتظل ذمتك مشغولة بهذا الصيام، يعني وجب عليك القضاء. بالمناسبة ربي في القرآن الكريم قال ولا تبطلوا أعمالكم، هذه في سورة محمد الآية 33. يعني واحد كيف بدأ الخدمة لازم يكملها، حتى في الأمور الأخرى سبحان الله ولا تبطلوا أعمالكم. إذن طبقا لما ذكر نقول وجب عليك قضاء ذلك اليوم. بارك الله فيك شيخ وأحسن الله إليك. طيب شيخنا سامح لي على هامش هذا السؤال، ماذا لو أفطر المسلم عن غير قصد في هذه الأيام النافلة ثم واصلها، هل يعيدها؟ لا يعيدها بارك الله فيك. فإذا كان صام نافلة ولكن بعد ذلك غفل كما يقولوا خطأ أو نسيانا فلا يعيد ذلك اليوم، طبقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. بارك الله فيك. شيخنا يسأل عن كيفية حساب نصاب الذهب والفضة، ورابعا سؤاله حول النصاب بالأورو. طيب سيدي، هي فرصة باش نجيب إخواننا وأخواتنا يسقسيوا عن النصاب بالأورو وحتى على الدينار أكيد يعني ذكر في هذا المقام، ولكن لا بأس من الإعادة. أولا الأخ أحمد إذا جاءت أي مكالمة قاطعا يعني لا نحن سنوقف المكالمات إلى غاية الله يبارك فيك. طيب سيدي باختصار، الذهب والفضة، النبي صلى الله عليه وسلم عند بعثته وجد العرب يعني يتعاملون بالذهب والفضة. طيب الذهب الدينار الذهبي مصدره من الروم، والدرهم من الفرس، الدرهم تاع الفضة من الفرس. النبي عليه الصلاة والسلام أقر بعدما صار نبيا أقر التعامل بالذهب والفضة. هذه كمقدمة خفيفة. الآن بالنسبة للذهب، الذهب هو في الحقيقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 20 دينار والفضة 200 درهم. ولكن لو أجبت السادة السائلين الآن نقولوا تزكي 20 دينار و200 درهم ما يفهمش. معناش نتعامل الآن بالدينار والدرهم، هم الآن يروحوا يحوسوا الآن بالمصطلحات الحديثة المعاصرة. صحيح. أليس كذلك؟ بالأوزان الحديثة. نقول سهلة مالا، اللي باغي يحكم كالكولاتريس الآلة الحاسبة ويحسب. بالنسبة إذن النصاب هو 20 دينار بالنسبة للذهب، 20 دينار ذهبي. كيفاش نجيبوا الوزن الحديث اللي هو 85 غرام هكذا نقول، اللي عنده 85 غرام ذهب هذا هو النصاب الذهب. منين جبنا 85 غرام من الذهب؟ جبناه بضرب 20 دينار هذيك في وزن كل دينار شحال 4.25. كي نضربوا 20 دينار ذهبي في 4.25 نلقاو النتيجة 85 غرام ذهب بالوزن المعاصر. جميل. هذا بالنسبة للذهب. بالنسبة للفضة هو 200 درهم. ولكن شحال يوزن درهم؟ يوزن 2.975. 2.975. كي نضربوا 2 يعني 2.975 مضروبة في 200 درهم نلقاو النتيجة 595 غرام من الفضة. 595 غرام. إذن الجواب نقول بالنسبة للذهب 85 غرام ذهب هذا هو النصاب، بالنسبة للفضة 595 غرام من الفضة. وجبنا الآن الإجابة واضحة أليس كذلك؟ صحيح.
هذا هو. إذا أجبت. الأورو. الأورو 2677. الأورو يا جماعة الخير اللي عنده 2677 أورو فما فوق، معنى تحقق لديه النصاب. كما احنا نقولوا في الدينار مثلا هذه السنة 39,525,000 اللي عنده هذا المبلغ ويحول عليه العام نقولوا وجبت في حقه الزكاة. أما بالنسبة للأورو 2677 أورو فما فوق. 2677 أورو. نعم. فما فوق. بارك الله فيكم شيخنا السعيد وأحسن الله إليك. هلا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم للجزائر، برنامجكم اليومي الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. نبدأ على بركة الله مصطيف. كمال، خويا كمال مصطيف، مرحبا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. سلام خويا كمال، مرحبا بك. الو. السلام عليكم. لا بأس، ربما كمال ما كانش يستمع لنا جيدا. إلى سعيدة، أختنا سعاد. أختنا سعاد من سعيدة. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نهاركم مبروك. نهارك أسعد، تفضلي. بغيت نتقصي الشيخ. أيوة. أنا نفوت عادة قيام الليل. أيوة. نصليها على 4 ونكملها على 5 قبل هكا، ونصلي 2 ركعات ونسلم عند 2 ركعات، نسلم عند 2 ركعات إلى آخره. أيوة. هل يجوز لي نعم كما هكا ولا لا؟ راني خاطئة في الصلاة. واضح. بارك الله فيكم. الله يبارك فيك. شكرا. شكرا. إلى غيليزان، أحمد. أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل خويا أحمد. أخويا عندي واحد السؤال في الآخر تاع العملة تاع اللي يتجروا في العملة تاع الأورو هذه. واضح. العملة تاع الأورو. أيوة. تجوز أم لا؟ شو ترى هذه اللي تجروا التجار هذو اللي يصرفوا الدراهم حلال ولا حرام؟ أيوة. والسؤال الثاني أحمد. هذا هو السؤال زعما اللي تجروا فيها واللي. واضح أحمد خويا، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. لا بأس خويا أحمد، نذكرك أنه الصدى يا أحمد، صدى يا خويا، الصدى، الله يجازيك بالخير. دائما نقولوا بأنه يفضل للمتصل اللي يتمكن من التواصل معنا أن يبدأ مشكورا بإغلاق جهازه أو إطفائه أو إنقاصه، جهاز التلفزيون، جهاز الاستقبال، حتى يكون التواصل بيننا واضحا ومسموعا. أحمد بارك الله فيك. أنا عادة لا أحب أن أقطع المكالمات حتى وإن بدأت مشوشة، ولكن يعني رجاء قائما دائما منكم مشاهدينا الكرام تجنبوا التلفزيون لما يحدثه من هذا الضجيج. يعطيك الصحة أحمد. إلى أين؟ فرنسا، فاطمة، شكرا. أهلا. مرحبا بك، تفضلي. الأخ. مرحبا بك. الأخ الكريم، فاطمة من فرنسا. مرحبا بك سيدتي الكريمة، تفضلي. السلام عليكم الأخ الكريم. أنا بصراحة عندي واحد الشهر برك بدي بديت نتبع في القناة، وربي يجازيكم خير. الله ينورك، هذا واجبنا. وأنا عندي سؤال يعني للشيخ، بارك الله فيه. تفضلي. أنا يعني امرأة مطلقة وعندي دروك 2 تاع الدراري على الشهر، ومتمنية إن شاء الله نجيب عمرة هذا رمضان. بغيت نعرف يعني نقدر نخليهم عند خواتاتهم يعني ونخليهم المصروف تاعهم. نقول لعل وعسى إن شاء الله نزور البيت، رب العالمين يهديني للخير، يعني محتاجة النصائح. واضح. تخليهم عندهم خوتهم كبار؟ عندي 2 بنات يعني كبار وعندهم الدراري، وعندي الأب بصح للأسف ماشي مسؤول. واضح. عندهم 2 خواتات. واضح.
واضح سيدة فاطمة، الله يبارك فيك. يبارك فيك. ويعني راني في غايه كما يقولوا الفرحه اللي قدرت نتصل بكم، والله يجزيكم خير. وانا بصراحه يعني عندي شهر برك راني نتبع في هذه الحصص، ربي ان شاء الله يهديني ويهدي الجميع. إن شاء الله ربي ينفع بكم وبنا جميعا سيدة فاطمة، بارك الله فيك. أخي الكريم، الله يحفظك، شكرا جزيلا. اللهم آمين. شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله سيدي الكريم. شكرا. تبسة سيدة أم تسنيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخويا أنا نشكركم على الحصة هذه. هذا واجبنا سيدة أم تسنيم، مرحبا بك. أخويا حبيت نسأل فضيلة الشيخ على موضوع الطلاق، يعني متى يقع الطلاق وما هي شروطه، وهل يقع الطلاق على المرأة الحائض والمرأة النفساء أم لا؟ ونشكركم خويا على الحصة هذه، يعني أخي في حيرة من أمري، خاطر بعض المفتين يقول لك يقع الطلاق في حالة الغضب، وبعض المفتين يقول لك لا يقع. يعني حدث لنا، يعني سامحوني مع احترامي لكافة الشيوخ، حدث لنا غزة، نتمنى أنكم توضحوا لي الأمر هذا. واضح جدا سيدة أم تسنيم متبسة، سيوضح لك الشيخ سعيد هذه المسألة. شكرا جزيلا لكم جميعا، وعلى بركة الله نشرع في الإجابة عن هذه الانشغالات. شيخنا السعيد، قبل أن نبدأ الانشغالات المتعلقة بالمتصلين، ثمة انشغال آخر من سيدة من العاصمة تسأل شيخنا السعيد: أنا فضيلتكم أعمل موظفة وزوجي قد تعرض لحادث جر عنه عملية جراحية. تقول: أحاول التقرب من حماتي أم زوجي بما أوتيت من قوة، ولكنها تصدني، وآخر هذه الصدات في عيد الأضحى المبارك عندما حاولت أن أزورها. تقول: سيدي الكريم، مشكلاتنا مع أم زوجي طويلة الأمد، حيث كان صراعنا في أكثر الحالات. مشكلتها أنها تريدني أو تريد أن تستخدمني عندها وتدعو علي بالشر أحيانا. أسأل فضيلتكم سؤالين: الأول، هل دعواتها علي تقع؟ وثانيا، كيف يمكن أو هل من واجبي أن أطيع زوجة أبي وأن أخدمها واجبا شرعيا؟ هذا رقم 2. وثالثا، ادعوا لي كيف يمكن أن نخرج من هذه البوتقة التي نعيشها، وشكرا لكم. طيب، أولا قال ربنا في القرآن: وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، ولطالما استعبد الإنسان إحسانه. المفروض يعني المجرى العادي للأمور أن الإحسان يستميل قلوب المحسن إليه. يعني واحد كي يدير الخير في الآخر، المفروض يعني قلبه يرق ويميل إلى هذا الذي أحسن إليه. هذا هو الأمر العادي في الطبيعة البشرية، الأمر العادي. ولكن للأسف دائما هناك استثناءات لهذا الأمر. ولكن بالنسبة للإجابات عن هذا السؤال، أنت حاولي دائما أن تحسني وأن تتقربي مهما كانت هذه الصدود. طبعا قد يقول قائل: يعني هذا الأمر ثقيل. نقول طبعا ثقيل على النفس، ليس بالأمر الهين، ولكن على قدر أهل العزم تأتي العزائم كما قال الشاعر. صحيح. وربنا قال في آية القرآن: ادفع بالتي هي أحسن. إذن ماذا نستنبط من هذه الآية؟ أن الإنسان يجتهد ويبذل قصارى جهده من أجل الإحسان، خاصة إلى مثل هؤلاء الأقارب. الإحسان مطلوب في جميع الأحوال وفي جميع الظروف، ولكن مع الأقارب ممن لهم حق علينا، ممن إذا خدمناهم نستميل. قول بالأخير، نعطيك مثلا تجي العروسة تقول لك: هل أنا واجب باش نخدم والدي الزوج؟ وبعضهن، ولا أعمم الحكم، تقول كان ماشي واجب نخدم غير زوجي وفقط. وبعضهن يسيء الأدب مع الحماه، مع جوزتها. وأروي رواية حقيقية للأسف، وهذا كلما أذكرها كلما أتألم. واحدة عروسة جابت المال
لعجوزتها، قالت لها يا العجوزة ها ونعطي لك كاس ماء ولكن ماشي واجب عليا، ماشي واجب عليا. يعني جبت لها كاس ماء وزدت لها كلام الجارح، يعني وزدت قالت لها الواجب أني أخدم ابنك، أما أنت ما هوش واجب. أولا ليست مضطرة لأن تقول هذا الكلام، ثانيا ليس من الدين وليس من الأدب وليس من التربية السليمة أن تقول هذه الكنة يعني العروسة لحماتها الوالدة زوجها هذا الكلام الجارح. وربنا يقول في القرآن الكريم وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. وحينما سمع زوجها بهذه الواقعة قالها أنا أتنازل عن واجباتي تجاهك، أو عفوا عن حقوق يعني واجباتك تجاهي، خدمي هذه المرأة والدتي، لأن كلما خدمت والدتي كلما يعني تكسب قلب زوجها. كما المعادلات يعني هذا يستلزم هذا، وواجب عليه أن يخدم أمه، وهي واجبة أيضا في حدود المعروف طبعا، والطاعة في المعروف هذا أمر معروف. ولكن سبحان الله كيف تؤسس أسرة إذا لم تبنى على هذا الأدب، على هذا الاحترام، على هذا التقدير، وهذا هو المطلوب. لذلك نقول ردا على هذا الانشغال، نقول كل ما يحق، علاش يقول الفقهاء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والمطلوب داخل الأسرة الواحدة أن تكون هذا التقدير وهذه الاجتهادات وهذه الخدمات من أجل تطهير القلوب ومن أجل تأليف القلوب وتوثيق هذه الأواصر وهذه الأرحام. أما ذكرني فقط آخر مقطع في السؤال المتعلق بهل يجب عليها، كيف يمكن أن تحسن إلى أمها. نعم والله هذا الإحسان بقدر الإمكان، لأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الإحسان من ناحية المعنوية بالدرجة الأولى بالكلمة الطيبة، بعرض الخدمات المختلفة، بالخدمة المادية، بالزيارة، بالهدايا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تهادوا تحبوا. أعتقد بمثل هذه الأمور إن شاء الله تكتسب القلوب عن طريق حسن المعاملة، وحسن المعاملة مطلوب لدى الناس جميعا، ومطلوبة أكثر، هذه حسن المعاملة مطلوب أكثر داخل الأسرة الواحدة. وربنا وحي في حينما هي تدعو بدعوة الشر كما قالت هي في السؤال. صحيح. نقول دعوة الشر هذه اللي تدعي براحتها، أولا هذا الدعاء ماهوش مليح. لماذا؟ واحد يا ريت يدعو بالخير، حتى الذي أسيء إليه، يعني أساء إليك شخص، دعوة الخير قولوا ربي يهديه. يعني واش ربح الإنسان كي يدعي بدعوة الشر للشخص المخطئ. نفترض أن هذه الأخت السائلة أساءت مع واش تربح؟ يعني ما تربح ولا شيء، هذا من جهة. ومن جهة ثانية كي ندعو بدعوة الخير ذلك أحسن، تعود إلى طريق الصواب وإلى سبيل الحق، وتستوي الأمور إن شاء الله، تعود المياه إلى مجاريها. أكثر من ذلك، أما إذا كان دعوة الشر هذه بلا مبرر إذن لا معنى لها، لأن الله عادل. ربي سبحانه لا يظلم عنده أحد، الذي ظلم دعاؤه مستجاب. يعني هذا الكنة ولا أي واحد داخل الأسرة إذا كان محقور، إذا كان مظلوم ودعا، هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. دعاء المظلوم مستجاب. أما إذا كان هذا العجوزة ماشي مظلومة وتدعي، خاطر كان ربما بعض الناس يا أخي أحمد اللي يكثروا من دعوة الشر هكذا باطل، يعني تدعي لأولادها لكل الناس بدعوة الشر، نقولوا هذه لا تقلقك وما تخافيش، ربي عادل فلا يستجيب إلا دعاء المظلوم حقا. أنت خدمي خدماتك ولا تتحول هذه الدعوات نتاع الشر كما راكي تقولي إلى عقبات في طريق الإحسان. تقول راكي تدعي دعوة الشر ما نديرش الإحسان، لا، الأفضل أنه أنت النبي عليه الصلاة والسلام كي قال في الحديث الصحيح لا ضرر ولا ضرار. وقال وربي سبحانه في القرآن قال والكاظمين الغيظ. معنى وقتاش يكون الكظم الغيظ؟ حينما تظلمين ويظلم أي واحد منا، وربي قالوا للمظلوم والكاظمين الغيظ، وقال والعافين عن الناس. هذه درجة أعلى، والدرجة اللي هي أعلى أكثر والله يحب المحسنين. وهذا هو الهدي القرآني، وهذا هو الهدي
النبوي. بارك الله فيك شيخنا السعيد وأحسن الله إليك. شيخنا جزئية صغيرة فقط في هذه المسألة للسيدة السائلة. تقول أنه سليفي أخر زوجي وهم إخوة كثر، يعني يسهمون في إبعادي وزوجي عن أمه ويسهمون عن وضع طريق الصلح بيننا. تقول ما حكم هؤلاء وكيف يتعامل معهم؟ هذا يعتبر جرما، هذا جرم، هذه جريمة. الجريمة يا جماعة الخير ماشي حتى واحد يدير في دلموس يقتل واحد آخر، واللي يقطع الأرحام، واللي يقطع الأرحام يكون هو السبب كما يقول يفرق بين الأرحام. هذه فرقية تسد ويثيروا، لا يجوز إطلاقا، هذا أمر لا يجوز. وكلمة لا يجوز ما نقولوهاش فقط على الربا والرشوة وكذا، حتى هذه الأمور كيف كيف. حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم بارك الله في حديث قدسي جليل، فلا تظلموا. فلا تظلموا. ربي سبحانه يقول وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ربك بظلام العبيد واتقوا يوما ترجعون فيه الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والحديث النبوي الشريف يقول ظلم ظلمات. إذا اللي يكون عقبة، يعني جدار عازل بين هذه الأخت مع زوجها، يعزلوهم وهم يستأثرون بهذه الوالدة، يقولوا هما حجر عثرة، عقبة، عائق بين هؤلاء وهؤلاء. نقول هذه جريمة في منطق الدين، في منطق الشريعة الإسلامية، والذين يفعلوا ذلك هم آثمون. مع ذلك أنتم اجتهدوا من أجل تحقيق هذا التواصل بقدر الإمكان، فإذا وفقتم فلكم أجران، وإذا لم توفقا ما دام لكم في زوج فلكما أجر الاجتهاد. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ وشكرا جزيلا لك. هذه أختنا سعاد من سعيدة تسأل عن قيام الليل، تنهض 4 صباحا تصلي الركعتين فالركعتين حتى 5. هي تسأل لا أدري هل يجوز أم؟ الله أكبر ما شاء الله. أولا أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كي دار الترتيب نتاع الصلوات بعد الفريضة، يعني بعد الفريضة ال5 فرائض تأتي صلاة الليل، قيام الليل. وهناك أحاديث تترى تؤكد على فضل قيام الليل، ويكفي أن نبين بعض فضلها كونها راهي في الثلث الأخير من الليل، في الثلث الأخير من الليل. ويسعدك يا الأخت سعاد باش تصلي، يوفقك ربي سبحانه عز وجل، لأن هذا توفيق من الله. هذه توفيقات. بالمناسبة فضيلة الشيخ الشعراوي الله يرحمه حينما يتحدث عن عطاءات الربوبية وعطاءات الألوهية يقول لك عطاءات الربوبية كما الهواء والأكسجين والماء والغذاء ربي يعطيها للمؤمن والكافر، للعاصي والطائع. ولكن عطاءات الألوهية يمنحها الله عز وجل لعباده المخلصين اللي يحبهم ربي سبحانه وتعالى. يساعدك يوفقك ربي تصلي من 4 حتى 5 حتى تقدر تزيد حتى 5، يعني مازال صلاة الفجر، يعني إلى ما قبيل، إلى غاية قبيل صلاة الفجر. هذه قيام الليل ويساعدك وفضلها كبير وأجرها كبير جدا. وكما راك تصليها ركعتين يا ركعتين، كل ركعتين تسلمي، وكي تعياي تصلي 4 ولا 6 توقفي للذكر والتسبيح وقراءة القرآن الكريم. وما تنساناش برك بالدعاء، هذا كما ربي يحفظك إن شاء الله. كنت راح أسألك هل يجب أن تدعو لنا؟ الله يبارك، يعني يقولوا يستحب إن شاء الله باش ما نكلفوهاش، ولكن تدعو لنا وتدعو لجميع المسلمين وللطاقم العام الآن، يعني في هل سألوا. شكرا شيخنا السعيد وأحسن الله إليك. أحمد من غيرزان يسأل عن متاجرة دارجة في مجتمعنا تتعلق بصرف العملة. فهمت من سؤاله كأنه يريد أن يسأل عن هل يجوز صرف العملة في غير أطرها المؤسساتية المعروفة، بين قوسين السوق السوداء، هل تجوز أم لا؟ طيب. ويسأل على الطرفين، اللي يجيب يقلب العملة في تلك السوق، واللي لأنه بعض الناس يقلب العملة باش يحج باش يروح إلى غير ذلك. تفضل. يا أخي العزيز، أولا بالنسبة لصرف هذه العملة جائز يقينا. أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى نهاية الحديث، وش يقول؟ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد، إذا كانت يدا بيد، وهذا من الشروط الأساسية. طيب الآن يجي كما قال أخي أحمد، الآن يجي واحد رايح للحج، يجي واحد رايح بغى يشري دواء مثلا بالعملة الصعبة وبالجمعة ولا بالسبت، وربما البنوك مغلوقة وإلى آخره، ويروح لأي واحد جاره ولا حبيبه ولا يقول له نحتاج مثلا
$300 ولا 400 أورو، نشريها من عندك بالدينار الجزائري باش ناخذها معايا الرحلة نتاعي، السفر نتاعي طبعا المباح. واش يصرى هنا؟ انت تدي دراهم نتاع الدينار، هو عنده العملة الصعبة مهما كانت هذه العملة الصعبة. هذه العملية جائزة بيقين، جائزة بيقين صرف العملة. أولا كل عملة لها قدرتها الشرائية، بلا ما ندخل في الأمور الاقتصادية اللي معروفة، يعني لماذا هذه كثر، هذه مسألة يتحكم فيها السوق، يتحكم فيها السوق. طيب، ولكن بشرط كما قلنا يكون يدا بيد، لأن الشريعة حريصة على تحقيق العدل، حريصة على أن لا يقع هناك ظلم أو سوء الظن أو شيء من هذا القبيل أو خلاف. كل باب يأتي منه كما يقول باب سد الذرائع، يأتي منه الريح سد واستريح كما يقال في المثل عندنا. إذن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع أو جلب المصالح طبقا القاعدة الفقهية، هكذا تقول. لذلك تمد الدينار، هو يمدلك العملة الصعبة يدا بيد. هذه المعاملة جائزة وصحيحة 100%. طيب، ولكن الأمر الآخر الذي ننبه إليه، أما الإنسان اللي يبقى هذه خدمته، يعني يدير كما يقولوا السوق موازية، ما يخدم ما يردم، يبقى غير في هذه، لا ننصح بذلك رغم جوازها أصلا، ولا ننصح بذلك، لأنه أيضا ما ننسوش الاقتصاد الوطني، رنا في وطن فيها شبهة. فيها شبهة، نعم فيها شبهة، الواحد يبتعد عنها أفضل. تبقى غير في هذه الحالات، هذه الحالات يجوز الصرف فيها ما في حتى إشكال. ولكن باش يبقى الإنسان يدير بنك وحده، بعض الناس كانهم بنوك، يعني يدير ما معروف، يبيع الدينار والدولار ومش عارف فيه والأورو وكذا إلى آخره، ويتحكم في أمور كثيرة يعني. وبعضهم داروا شبكة يعني باش نديروا سوق موازية هكذا. لا ننصح بذلك. نحن في وطن لابد أن نحترم قوانينها. هذا هو جوابي من ناحية الشرعي من ناحية الواقعية. بارك الله فيك شيخنا. هو خطر بخاطري هامش، سبحان الله، العملة الصعبة. ماذا عن عملتنا؟ الذين يعملون جعلوا من عملاتهم صعبة، والذين لا يعملون أحيانا مثلنا قد يجعلون عملتهم سهلة. بارك الله فيك، بارك الله فيك. هذا كما نقول هذا حس حضاري، جزاك الله خير يا أخي أحمد. لابد أن نعمل من أجل أن تتحول عملتنا إلى عملة أصعب من هذه العملات الصعبة، ولكن لا يتأتى ذلك إلا بالعمل. ومالك بن نبي رحمه الله أستاذ الأساتذة المهتمين بهذه المواضيع جدا، يتحدث عن سنن الله عز وجل، فمما يقول أن سنن الله لا تعرف المجاملات ولا وإنما هي سنن الله غلابة. بارك الله فيكم شيخنا. هذه أختنا فاطمة من فرنسا، ربي يوفقها لما فيه الخير، تتمنى أن تعتمر، أن تذهب إلى بيت الله، أن تسلم على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لديها طفلين هم تحت رعايتها. تسأل هل يمكن أن تذهب إلى هناك وتتركهما تحت ولاية بنتيها الكبيرتين. هي تسأل واجبها أمام الله حتى لا تضيع هاتين الوردتين. يا أختي فاطمة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقك لتربية أولادك إن شاء الله على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله. ثانيا أسأل الله أن ييسر لك أداء هذه العمرة في هذا الشهر، في الشهر القادم، شهر رمضان إن شاء الله المعظم. أما بالنسبة لسؤالك، يعني مدام الولدان اللي عندك راهم تحت كفالة أو ولاية ابنتيك الكبيرتين، إذن فالحرج مرفوع. لو كان هذول الأولاد يضيعوا، هنا ندير ما يسمى في الشريعة بفقه الموازنات. خطر في الشرع يا أختي فاطمة كاين الميزان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونجد ألوانا من الفقه، كاين فقه الأولويات، كاين البريوريتي، كاين فقه الموازنات، كاين فقه المقاصد، كاين فقه كذا، أنواع الفقه. لذلك أنت كنطبقوا أنواع الفقه على القضية نتاعك. لو كان ولادك يكونوا في خطر نقول لك لا، قومي بولادك ما دام لقيتيش وين تخليهم في مأمن وما كانش الرعاية التامة. ما دام عندك زوج بنات وكبار يقوموا بهم، تروحي ربي سهل عليك، ومدة وجيزة يعني ليست بالمدة طويلة. والآن الله يبارك مع وسائل الاتصال إلى آخره، حتى ممكن يوميا تتواصلي معهم وما كان أدنى حرج. روحي وربي يسلك إن شاء الله تعالى، وجيبي العمرة وطوفي بالبيت العتيق، والنبي عليه الصلاة والسلام زوري قبره إن شاء الله، وإن شاء الله دعي لنا هناك، ونسأل الله لك القبول.
بارك الله فيكم شيخنا سعيد وأحسن الله إليك. هذه السيدة أم تسنيم من تبسة، موضوع الطلاق متى يقع؟ طلاق الغضبان هل يقع؟ هل يقع طلاق المرأة الحائضة والنفساء إلى غير ذلك؟ شيخنا سمحني أن أستجلب رأيين فقهيين على هذا المنبر. قد يكون فضيلة الشيخ أستاذنا الدكتور سعيد بويزري وفضيلة الشيخ أستاذنا الدكتور موسى إسماعيل وفضيلة الشيخ الدكتور كمال بوزيدي. دكتور سعيد والدكتور كمال بوزيدي يتخندقان إن صح التعبير في مسألة الحائضة والنفساء، ولكن الشيخ موسى في كثير من مواقع هذا البرنامج قال بصراحة أنا أرى طلاق الحائض والنفساء يقع ولا غبار عليه. ربما يطرح السؤال هكذا عموما، ولكن أنا زدت فصلت لأنه بالفعل المشاهد أحيانا يطرح علينا هذا السؤال: هل هناك خلاف فقهي داخل مؤسسة هلا سأل؟ تفضل. بارك الله فيك. يعني ما أحلى هذه الصراحة وهذه الشفافية، وهو المطلوب، هذا أمر مطلوب. الجواب إذا كان في أي سؤال أشرف. لا تفضل. طيب سيدي، أولا هناك مسائل متفق عليها يا أختي أم تسنيم في موضوع الطلاق. من هذه المسائل المتفق عليها أن الطلاق يقع رجعيا بتلفظ اللافظ له. يعني كي يقول الراجل لزوجته أنت طالق، يقع الطلاق منتجا لآثاره الشرعية. من هذه الآثار الشرعية البدء في حساب العدة. يعني ربي قال في القرآن: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. 3 قروء. هذه سأعود إلى هذه الآية بعد حين. هذه مسألة في محل اتفاق يقينا. الأمر الثاني أن هذا الطلاق يقع رجعيا ولا يقع بائنا. الأمر الثالث المتفق عليه في هذا المنبر والحمد لله أن الطلاق ولو تعدد في مجلس واحد يعد طلقة واحدة. متفق. يعني لو كان الرجل يقول زوجته أنت طالق 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 2014 هو 2014 كما قال أخوي أحمد، هذا كله يعتبر طلقة واحدة. أو يربط طلاقه بعدد، كأن يقول أنت طالق 33. بعض الناس يحبون هذا العدد، لا أدري، يعني هكذا أنقروا الطلاق أنقروا إن صح التعبير، ولكن هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة هكذا. ثم طلاق الغضبان إذا بلغ درجة الإغلاق، لا طلاق في إغلاق. شيخنا، نعم. مسألة الفصل في ما هو الإغلاق، نعم. لأن النساء هن اللواتي يسألن أحيانا. صحيح. يقول لك كان ما يضويش، ولكن الرجل لا يسأل حتى نقول له إلى أي درجة، يعني ممكن يكون تضوي شوية. فالإغلاق يراد له تحديد ما هو الإغلاق. نحدده أولا. وثاني على وش قال أخي أحمد، للأسف وهذه نبهنا إليها كثيرا، النساء يطلقن وهن اللائي يسألن، والراجل يطلق ويروح بقى على خير، ما يسأل. طبعا لا أعمم الحكم، كاين اللي يسأل ولكن كثير لا يسألون. وربما أحيانا يجي واحد يقول أنا سقسيت الشيخ قال لي معليش وكذا، وهذا غير صحيح للأسف. ولا في الطريق سبحان الله، في الطريق اليوم 3 اللي طلقوا زوجاتهم، نساء غيرهم اللي يسألوا. وقلت لهن إن شاء الله سأعلق على هذا الأمر، وجاب ربي السباني أن نعلق عليها. قل هو راه زوجك، قالت لي هو يحشم، وكان اللي يحشم وكان اللي ما يعطيش قيمة. للأسف هذا أمر محزن جدا. يعني كي يطلق ما يحشمش، يطلق ما يحشمش، وكيسأل يحشم، شيء غريب يعني. يغلق المنصي ضرا، يعني قلب الأوضاع. لذلك نقول يا أختي الفاضلة، بالنسبة كما قال أخي أحمد ضابط نتاع الإغلاق هذا، أولا نسأله هو ماشي الزوجة. طبعا كاش نهار شفتوا واحد يطلق زوجته وهو مش غضبان، يكون غاضب ويطلقها. شيخنا خليني نقطع طبعا شوية لأنه فيه مكالمتين. قاطع يجوز القطع. سيدة نادية من معنا؟ إبراهيم؟ سيدة ليندا من العاصمة. سيدة ليندا مرحبا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من فضلك عندي سؤال فيما يخص الزكاة. أيوة. الجدة تاعي عندها 20 مليون سلفتهم لوليدها،
أيوة. وفهنا في المنزل عندها 17 مليون و700 مخبيتهم عندها. أيوة. هو مازال ما دارش فعلا عليهم نعم، هي تجبد منهم من ذاك. من بصح الان هاد الدقيقه عندها دوكاتي كلش 37 مليون و700. قالت لك هل نزكي عليهم وانا خرجت 20 مليون لوليدي ولا لا؟ واضح. عندها 37. عندها كلش 37، 20 مليون عند وليدها و17 مليون و700 عندها في الدار. الله يحفظها. هادوك سلفتهم لوليدها سحقهم باش يخدم بهم. والجده راهي تفرج فينا؟ نعم. سلمي عليها. الله يسلمك. بارك الله فيك سيدة لينا. شكرا. الى اين؟ طيب الأخت عائشة من العاصمة، مرحبا. السلام عليكم. سلام، مرحبا بك أخت عائشة. أنا حبيت نطرح سؤال. أيوة. أنا بداني دار، أنا مولا بيتي اللي بناها تحت. أيوة. ومركلوسين فوق، ودوك نادت اللي تروحها وبنات زادت من فوق، وكم أنا عندي غير البنات قالت لي روحي وين حبيتي، وين عندك حق روحي جيبه. أيوة. قالت لي روحي وين عندك حق روحي جيبه. وزوجك عنده الوثائق؟ لا زوجي ميت. رحمة الله عليه. والوثائق عندكم الملكية؟ ايه طيب واضح. كي شفت عندي غير البنات وهي عندها الاولاد، قالت لك انت ما عندكش حق، والطفله ما عندهاش حق، وراكي رجلك ميت ما على بالش بك. معلش ربي يهديها، ممكن راهي غير. امين. طيب شوفي سيدة عائشة، عندي سؤال واحد اخر. استنى نستوضحوا هذا السؤال سيدة عائشة. انتم عندكم على الاقل وثائق تثبت انه راجلك هو اللي بنى الدار هذه؟ ويه عندي. خلاص ربي كبير ان شاء الله. والسؤال الثاني؟ والدور الثاني، شوف انا كانوا عندي خاوه ويما، كنت بكري نروح نطلع عليهم، نروح نشوفهم كل يوم. صح دوك اللي بقى في لافامي انا الكبيره. ايوه. ودوكي انا الكبيره، انا واحد ما يجي اسكر هكذا سما باش نلوم روحي، سما باش نطفي روحي مع الحاج، لما ما يجونيش، وهما كاع بكراسهم بدراهمهم كلش. ما ولمتنيش انا نروح ليهم، ما عندي لا طوموبيل، ما عندي والي، ما عندي حتى واحد. الله يحفظك ليهم ان شاء الله اختي عايشه. وليدي راني شاد على قلبي، نحبهم كاع ما نكذبش عليك. ربي يحفظهم ويسترهم. صح هذا مشكل، ماشي انا اللي نروح عند نساتحهم ولا بالك يعكسوني، بالك ما يعجبهمش الحال كي نروح. لا ان شاء الله تبقى البركه تاعهم. انت خلي شيخنا السعيد ينصحك، وان شاء الله ربي يوفق القلوب ان شاء الله. صح وليدي صح. بارك الله. سلام حاجة عائشة، بارك الله فيك. هلا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم. عذرا شيخنا السعيد كنت قد قطعتك، تفضل. وصلنا قلنا تجوز المقاطعة. لا صدرت الفتوى. لا حرج. إذن وصلنا إلى الضابط نتاع الغضب. قلنا لا نجد شخصا في حالة السعادة ويطلق زوجته، يكون غضبان، وهي الزوجة تقول كان غضبان، ولكن نسأله هو، نقول ما هو الضابط؟ إذا كان هذا الزوج وهو يتلفظ بلفظ الطلاق لا يدرك كنه ما يقول، ولا يستطيع أن يفكر في عواقب تصرفه، شغل تغلق نهائيا، بمعنى صدرت منه هذه الكلمة ولم يتحكم فيها، لا يتحكم لا في تصرفاته لا في أفعاله ولا في أقواله، ولا يستطيع أن يفكر في عواقب ما يفعل. طيب شيخنا معليش سامح لي نقلقك. معليش عادي. الكثير من الرجال لحظة الغضب لا يفكر في العواقب، بعد ما يهدى يفكر بأنه دار كارثة. هل هذا يجزئ؟ هل هذا يسمى إغلاق؟ هذا ضابط. كان ضابط آخر أنه يعقبه ندم مباشرة بعد خروج الكلمة، كلمة الطلاق، يندم ندما شديدا. هناك من يضيف رأي آخر، يقول لك لازم ما يعرف ولا شيء، يعني تخرج منه هذه الكلمات دون وعي منه أصلا، يعني كأنه لا يعي كنها ما يقول. فإذا توفرت هذه الضوابط نقول أن هذا في إغلاق. جميل. ولكن ابن القيم رحمه الله
في كتاب إعلام الموقعين وغيرها أشار إلى إشارات لطيفة. قال لك 3 درجات. الدرجة الأولى يعني هذه طلاق في إغلاق، يعني شدة الغضب لا يدرك كونها ما يقول. قال لك هذا لا يقع باتفاق، هكذا يقول. وقال لك ثاني درجة أو منزلة بين منزلتين، قال لك هذه، ولكن قال لك عنده ضابط أنه يعقبه ندم. قال لك مسألة خلافية والراجح عدم الوقوع. والغضب هذاك العادي انه يكون زعفان وطلق زوجته هو في تمام العقل وفي تمام الوعي ومتحكم في تصرفاته واقواله، وكي تقول على بالك يا راجل واش تقول، يقول على بالي واش راني نقول، ويزيد ياكد عليها بطلقات اخرى. جميل. هذا يقع. بعد ذلك فهو لا يقع. بالنسبه للحظ نفاس صحيح ذكرت اخي رايا، والحمد لله. يعني معليش نقول حاجه وانا في الطريق ثاني سقسى واحد، يعني في جابها الحديث كما يقولوا، قال ولدي واحد قالنا باللي تاع التلفزيون راه كذا في تحكم في فتواهم وربي يعلم. قلت وسيسمع الآن الجواب، وقلت له جابها ربي وجابها ربي. قلنا لهم يا ولدي نحن في مقامات الإفتاء لا يتحكم فينا أحد، عندنا كامل الحرية، حقيقة كامل الحرية. الذي يتحكم فينا النص والدليل فقط لا غير. إذن هذه للرأي العام جميعا. إذن لا حرج حتى نختلف نحن على مستوى هذا المنبر. فهناك رأيان قويان. الرأي الأول يقول أن الطلاق في الحيض وفي النفاس يقع مرتبا لآثاره الشرعية. إذا المرأة كانت في حالة الحيض وقال زوجها أنت مطلقة، طلق يقع. هناك رأي آخر ويتبنى هذا الرأي فيها اللي سأله الشيخ موسى الأخ محمد يدير بارك الله فيك. والرأي الآخر يقول أن هذه المرأة كي تكون حائض، المعروف أن بعض النساء خاصة التغير البيولوجي اللي يجيهم في هذه المرحلة يعني يتبعه تغيرات سيكولوجية، بمعنى تولي المرأة سريعة الغضب، تولي كالظلاميط في هذه المرحلة. والشرع الحكيم يوجه الرجال إلى ضرورة رعاية هذه المرحلة. يعني إذا صدر من المرأة ما يغضبه، المفروض تقديرا لهذه الظروف، ظروف هذه المرأة، أنه كما يقول يغض الطرف، ماشي كتزعفوا يوليه ولا يطلق، أليس كذلك؟ هذا أمر يؤخذ في الحسبان. الأمر الثاني مفاده أنه كل ما يحفظ الأسرة من التفكك نعمل به محافظة على الأسرة. فإذا وجدنا فتوى معتمدة في الفقه، ونحن حينما نفتي بذلك أولا هي موجودة فتوى ابن تيمية، فتوى ابن القيم معترف بها فتوى معتبرة لها أدلتها الشرعية، فنفتي بهذا الرأي بعدم وقوع الطلاق في الحيض والنفاس، أولا اعتبارا للرأي الفقهي المعتمد، يعني معتبر في الفقه الإسلامي. ثانيا حفاظا على الأسرة هكذا. ثالثا نلاحظ رقة الدين عند الناس، رقة الدين، ليس معنى التدين رقيق. هذه النقطة تجتمعان أنت والشيخ بوزيدي فيها، الله يبارك. والنقطة الرابعة وهي مهمة أيضا قلة الفقه في هذه المسائل. يعني عندنا 4 أدلة، فبالتالي أن أفتي بهذه الطريقة. نقول إذا كان نقول الإنسان كي يطلق أول مرة يجي نقول طلاق المرأة في الحيض واقع، إذا كان طلق الأول نقول له حبس طلاق واقع. علاه؟ باش نقول دير في حسابك مازال لك زوج. ولو كان يأتيني شخص يا وراه الطلقة الثالثة، يقول ديجا طلقتها المرة الأولى طلاق رجعي، وزد طلقتها المرة الثانية طلاق رجعي، والآن طلقها وهي حائض، عنده 5 دراري، الكبير 10 سنين. مستحيل نفتي إلا بعد أن أسأله، نسأله مباشرة، نقول يا فلان بينك وبين ربي، بينك وبين ضميرك، هل تعقد العزم على أنك ما زيش تطلق؟ يقول آخر ما نقول هذا الكلام، نقول خلاص. يعني الآن عند كثير من الفقهاء أنه هذا الطلاق واقع، معناه بقى على خير، راهي طلاق باين بين كبرى. وبعدين إذا لمست، هذا أضيفه الشرط الخامس، إذا لمست منه
صدق النية وصدق العزيمة أستدعي هذا الرأي الفقهي فأفتيه به إنقاذا لهذه الأسرة. معلش نقول لك مثال، في سنة 88 فتيت الواحد بهذه الفتوى، تلاقيت به منذ شهر فقط، قال لي والله، هو قال لي هذيك النهار، قال لي كان نزيد لساني ينطق بالطلاق نقطعه. طبعا معنى الكلام يعني من 88 وعليك بالحساب يا أخي أحمد إلى غاية الشهر اللي فات قال لي كلمة الطلاق لا ترد في لساني، نحى من القاموس نتاعو. لاحظت يعني ظروف الإفتاء هكذا. إذن أميل إلى هذا الرأي وفق هذه الاعتبارات والظروف. واضح؟ ماذا بقي؟ 26 الشروط. طبعا طلاق، رجل يطلق زوجته إذا كان من غير إكراه، أولا يكون بعقله، ثانيا يكون من يعني راضيا بما يفعل وليس مكرها، معناه هو راضي به. إذا كان مكرها، الإكراه الملجئ سواء كان ماديا أو معنويا، هذا طلاقه لا يقع. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه قبل حين، رفع عن أمتي أو إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذه شكرا شيخنا السعيد، وسمح لي أحيانا اليوم عادي ألححت بأسئلتي. مسألة الإكراه أيضا البعض يطرحها. بعض من الرجال طلق زوجته مع الأسف أو أبعدها عنه بسبب ظروف اجتماعية داخل الأسرة قاهرة، يعني كاد ربما أن يقع في حرج كبير بينه وبين أمه وأبيه وإخوته، ربما بسبب زوجته، فطلقها وأبعدها. عندما سألوه ماذا فعلت قال أنا مضطر ولا أشعر أن الحل الوحيد عوض الانفجار هو الطلاق. هل هذا إكراه؟ نعم. وعلى كل حال في قاعدة في الفقه حلوة اسمها تغير الفتوى بتغير المستفتي. حالة بحالة. ممكن شخص مثلا يضغط عليه باباه ويماه يقولوا له طلقها الآن، ولا المرأة تقول ليماه تقول له خير بيني وبينها. ممكن يقول خيرتكم في زوج، هذا مخرج ما تقبلش ما تقبلش. فإذا كان يعني وصل بهما يعني بالوالدين باش يقولوا الآن طلقها الآن وإلا 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 وإلا، فإذا طلقها تحت هذا الإكراه وهو لا يستطيع أن يقاوم ولا يستطيع أن لا يستطيع أن يقاوم ولا أن يوضح ولا أن يجادل ولا شيء، فنعتقد أنه إكراه ملجئ. فإكراه، فهذا الإكراه إن شاء الله يقع به الطلاق، لأن علماء يتحدث عن حاجة اسمها الرضا، لازم يكون راضي، والرضا يكون معتبرا، والرضا المعتبر يكون في منأ عن كل وسائل الإكراه. بارك الله فيك. الأخت ليندا وعائشة ربما يسمعوني لأن الوقت أخذني، كنت أظن أنه باقي كثير من الوقت. في دقيقة لكل إجابة إن شاء الله تكون مفيدة بدقة. السيدة ليندا تسأل عن جدتها، عندها 20 مليون الآن، المجموع 37 مليون، هل تزكي عليهم خاصة أنها سلفت 20 وعندها في الدار 17؟ لا ما دام بنتي جدك عندها 37 مليون و700 ما عندهاش النصاب، لا بالنصاب القديم لا بالنصاب الجديد 39 مليون و525 ألف، إذن ما عندهاش زكاة. كي توصل المبلغ 39 مليون و525 ألف تشفع على هذاك الشهر، كي يدور عليه العام تخرج 2.5% ربع العشر. زوجة أختنا عائشة من العاصمة تسأل عن زوجة أخ زوجها التي قررت أن تزيد في بناء البيت. قلت هل هي ملكا لها؟ قالت ما لا يبدو ذلك، لأن زوجها المتوفي هو الذي بنى له ولأخيه فوقه. قالت السبب أن أنت عندك بنات وأنا عندي أولاد. بما تجيب؟ لا هذا ليس مبررا، لما لا يجوز التصرف في التركة بهذا الشكل، لا يجوز أصلا. معنى مادام هذا السكنة نتاع زوجك وعندك وثائق، إذن القضية تفريوها الأميابل يعني بطريقة ودية، ذلك أفضل، أو الاستعانة بخبير عقاري، أو ترفع الدعوة إلى القضية إلى المحكمة في النهاية، لأن هذا التصرف غير مشروع من الناحية الشرعية ولا من الناحية القانونية، غير مقبول، لأنه كلاو حقك وما عندهمش حق باش ياكلوا حقك، لأنك عندك البنات وبنات الذكور كيف هم كلهم أولاد عندهم حقهم في الشرع. في 20 ثانية شيخنا، الدعوة لإخوتها اللي راهي مسكينة يعني متوفى عنها زوجها وما عندهاش سيارة وهي الكبيرة ولكن ما يجوهاش دعاء. المفروض هما اللي يزوروك، هذا في شرعنا وفي أصالتنا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، ويقول ليس الواصل بالمكافئ. أنت اجتهدي ولكن الواجب عليهم، أنت اجتهدي من جهتك، نسأل الله أن يوفق بينكم.
شيخنا سعيد بوزيري، شكرا جزيلا على ما تفضلت به. ربما هذه المسألة يبدأ بها في برنامج والصلح خير. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على الوفاء، شكرا لفريق العمل، نلقاكم بخير وعلى خير غدا بإذن الله. السلام عليكم.